بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا بخير. ان شاء الله هبدا معاكم باذن الله النهارده برج القوس. تمام، برج القوس. اهم حاجه ما تنسوش بقى طبعا في اللايكات، عشان اللايكات بترفع الفيديو، ولو لسه اول مره تخش قناتي يا ريت تشترك فضلا وليس امرا. وطبعا كومنت جميل منكم. كل سنه وحضراتكم طيبين. نبدا بقى ان شاء الله معاكم برج القوس. انا هقرا الفنجان بس. اول حاجه عندك يا برج القوس، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عند برج القوس، عندك طاقه كويسه الحمد لله، يعني انت عندك طاقه كويسه. تمام، بس انت يا برج القوس عندك ان شاء الله في فرحه قريبه باذن الله، فرحه خطوبه او جواز ليك او لغيرك، يعني حد قريب منك. تمام. وعندك كمان في، انا اقول اول الاخبار السعيده طبعا وبعد كده نبتدي الاخبار التانية. وعندك فرحه طبعا في قلب بيتك باذن الله. طبعا احنا قلنا في فرحه اللي هي جواز او خطوبه ليك او لشخص عزيز عليك. تمام. وعندكم كمان في ان شاء الله في حمل، وبالنسبه للانثى القوس ان شاء الله في عندك برضو في حمل. تمام، برضو ليكي او حد قريب منك، يعني ايه، يا اما انت يا اما حد قريب منك. تمام ان شاء الله تعالى، ده حاجات باذن الله. وعندك كمان، بص يا برج القوس، انا شايفه ان انت برج القوس عندك طاقه، مش عارفه اقول لك ايه بالظبط. انت عندك شيل هم صعب قوي قوي يا برج القوس. شوف، كان عندك مشاكل. تمام، بس الحمد لله ربنا مخرجك منها، يعني ده مشكله، وعندك كان مشكله كبيره جدا جدا الفتره دي، مشكله كبيره قوي قوي. تمام، شوف المساحه قد ايه. يعني انت كان عندك مشكله لسه فاضله معاك اثرها، يعني لسه حاليا دلوقتي انت لسه في نفس المشكله، بس ربنا خرجك منها يعني، بس لسه في حاجات بسيطه منها. تمام، بس الحمد لله ربنا خرجك منها على خير. تمام. وانت دايما انت يا برج القوس انت مش بتحب، يعني انت بتحبش الليل يدخل عليك، يعني انت بتحبش الليل اصلا، لانك انت عندك توتر مفيش نوم. شايفاك ان انت منزعج على طول يا برج القوس، شايل هم، ما بتنامش الفترة ديت كويس، او وما بتحبش الليل يدخل عليك، لانك انت نومك متقطع خالص، ما بتقدرش تنام الفترة ديت. شايفة كده. تمام. وعندك يعني ايه اللي هو ايه، عدم راحة البال بمعنى اصح، شايل هم حاجات، شايل بتفكر كتير يا برج القوس. تمام. وعندك كمان، بص الله اعلى واعلم، يعني في واحدة هنا كمان هي واحدة سمرة. تمام، في واحدة هنا سمرة سودة، بشرتها سمرة. الحد ده او الواحدة دي اهي شايفها، دي مش كويسة، خلي بالك منها، ان ديت هي سبب في حاجات، في مشاكل كتير بينك وبين الشريك او بينك وبين اي حد، يعني اللي تدخل في اي موضوع يعني مش ظابطه معاك، ديت بتعمل لك مشاكل. المهم ان انت احذر من الواحده ديت، واحده سمرة، الله اعلى واعلم مين. وانت عندك كمان يا برج القوس، انا شايفه ان في عناء كتير. تمام، في عندك كمان في حب جديد، انا شايفه في العلاقه ان شاء الله في حب جديد، شايفه ان شاء الله في، يعني ان انت في الفتره ديت في اللي هم مش مرتبطين يا جماعه، اللي هم السناجل ان شاء الله يقابلوا حب جديد، او هم في الفتره ديت في حب جديد، في علاقات جديده. تمام، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وعندك كمان يا برج القوس، انا شايفه ان انت، يعني ان انت تحاول تخلي بالك من صحتك شويه الفتره ديت، لان انا شايفاك ان انت زي ما انا قلت بتفكر كتير وتعبان، المشكله مش مخليك عارف يعني تعمل اي حاجه. هي انت كله ارمي ورا ظهرك عشان تبدا، يعني مفيش حاجه تستدعي ان انت تتعب نفسك يا برج القوس. وعندك كمان اهو، شفت الحاجه دي او البقعه دي بتاع الفنجان دي البني دي كلها، في قاعدة ان انت قلبك مشغول بحاجة، وعندك حسد.
عندك حسد يا برج القوس. حسد ده مدمر حياتك زي ما انا قلت، يعني هما بيحسدوك على اتفه الاسباب، على اي حاجه محاسدينك، وانت جسمك بيسمع يا برج القوس، يعني جسمك مش مستحمل، تعبت، وده اللي مخليك الفتره دي مش عارف تنام ومقرق، يعني مخليك عندك ارق دايما والنوم عندك متقطع. شايفين المشكله اللي شاغله بالك؟ يا ريت يا برج القوس يعني ترمي ورا ظهرك، عشان المشكله دي مسببه لك توتر زي ما انا قلت وقله النوم. وعندك ان شاء الله في خط الرزق باذن الله تعالى، وده الله اعلى واعلم يا جماعه. هو الرزق عندك يعني ربنا بيفتح لك سكك كتير، بس هو الرزق ضعيف معلش الفتره دي، بس ان شاء الله ربنا يكرمك يا رب ويغير حظك ان شاء الله، وربنا يرزقك الفتره اللي جايه باذن الله. وعندك اسم، اللهم صل على النبي، انت عندك اسماء اهي ظاهره كمان اهي، ماشي. محمد، اسم محمد. الشخص ده حد بيعني لك حاجه كويسه، حد معاك، حد بيساندك، حد ايده بايدك. الشخص ده كويس، خلي بالك منه، ده حد بيحب لك الخير، تمام. ربنا يسهل ان شاء الله. وعندك كمان في حد زي ما انا قلت، في حد من اصحابك او حاجه، في حد اهو، شايفين في الحيوان ده اللي هو ده بيعني ان في اتفاقيه بتتفق عليك يا برج القوس، فحد بيتفق يعني هما يدمروا لك حياتك، او حد بيدخل حياتك بينخور وراك او بيفتش وراك، او الحد ده يعني ربنا يعافيك منه، ربنا يعافيك منه بجد. الحيوان ده هو ده كان سبب اذيتك وسبب مشاكلك في حاجات كتير، احذر منه، خلي بالك منه، لان شوف اهو، شايفينه بارك عليك يا، يعني قصدي يعني معشش في حياتكم اهي. شفتي يا انثى القوس اهي، في واحده عايزه تخرب حياتك اهي، شايفين ظهر عامله ازاي؟ انت اهوت، انت في فرحه جايالك، كل ما يجيلك فرحه في حاجه بتقفلها، فحاجه تحس ليها بتدمرها لك، ما بتلحقيش تفرحي، تمام. انتي مش قادره ان انت تفرحي يا برج القوس، انت نفسك تفرحي بس في الست دي او الحاجه دي، زي ما انا قلت الست السمرة دي هي دي اللي واقفه حالك، دي اللي عامله لك وقف الحال، تمام. طبعا احنا قلنا اللي عندك حسد صعب قوي، وكان في بعض منكم كان عنده محكمه او حاجه، نسبة قضية او ورث او اي حاجة، المهم ان انت كان في عندك في حاجة في محكمة، بس الحمد لله ربنا طلعك منها على خير، وهتنتصر ان شاء الله في الفترة اللي جاية باذن الله يا برج القوس، تمام. معلش، وزي ما انا قلت اهم حاجة تستخيروا ربنا يا رب، يجعل كيدهم في نحرهم، دايما بقول الكلمة دي، ربنا يجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. اهم حاجه خلي بالك من نفسك يا برج القوس، اهم حاجه، وحاول ان انت تحصن نفسك، عشان طبعا العين اللي يعني مغطيه على فنجانك ومغطيه على حياتك بمعنى اصح، وربنا يسترها معاك يا برج القوس، واتمنى لك حياه سعيده. وكده الفيديو خلص معاكم، ويا ريت ما تنسوش بقى في اللايكات عشان لايك برفع الفيديو، واتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.